لو عايز تمرين واحد يساعدك على بناء القوة والحجم العضلي للجزء العلوي من الجسم فالفيديو ده ليك. التمرين ده هو المتوازي او الدبس، وهو من فئة تمارين الدفع او البوشنج، خصوصا فئة الدفع الرأسي او الفيرتيكال بوش. مش معنى المتوازي يعني يا كابتن احمد، لان ببساطة شديدة التمرين ده واحد من افضل التمارين المركبة بوزن الجسم اللي ممكن تتمرنها في اي مكان وفي اي وقت، ولكن في شوية حاجات لازم تاخد بالك منها. اول حاجه لازم تاخد بالك منها وهي مستواك. لو انت لسه بادئ في الجيم او ما عندكش القوه العضليه او العمر التدريبي الكافي انك تلعب تمرين المتوازي اللي احنا بنلعبه على البارات العادي، فهنبدا نشتغل بشكل بسيط نسبيا، وهو البنش ديب، ان احنا هنلعب المتوازي على دكه. والتمرين ده بيكون سهل عشان عنصر الثبات اللي رجلك بتوفره. ثاني حاجه لازم تاخد بالك منها وهي الاصابات. لو عندك اي اصابات في الكتف فالتمرين المتوازي بشكل عام سواء على البنش او على المتوازي العادي حتى مش افضل تمرين ليك. لازم تاخد بالك منها وهي وضع جسمك. وضع جسمك بيأثر كتير في الاستهداف العضلي. طب ازاي؟ لو انت بتلعب المتوازي العادي اللي احنا بنسميه ترايسبس ديبس وجسمك في وضع رأسي نسبيا، فهنا العضله المستهدفه الرئيسيه او البرايم موفر هي الترايسبس، خصوصا الميديال واللاترال. الوضع الثاني هو لما بتميل بجسمك لقدام شويه حوالي زاويه 45 درجه، فانت هنا خلقت مساحه لجسمك انه يقدر ينزل تحت اكتر بمسافه اكبر، او يعمل حاجه اسمها فيرتيكال ديسبيسمنت، او زي ما يكون بيسافر لتحت اكتر. التغير البسيط في وضع جسمك وفي وضع دراعاتك او كتفك، ان انت عملت كتفك طلع لبره شويه حوالي 4 ل 6 سم، عملت حاجه اسمها شولدر ابدكشن. تترتب على الحركه دي ان الحركه هنا عندنا بقت شبه حركه البنش بريس شويه، وطالما حصل شولدر ابدكشن او ابعاد للكتف عن منتصف الجسم لازم يحصل اقتراب للكتف او للدراعات لمنتصف الجسم، وهنا يحصل شولدر ادكشن. وطالما يحصل شولدر ادكشن فاهلا بعضلات الصدر الكبرى والعضلات الصدريه الكبرى للبكتورالز ميجور، خصوصا الاسترنو كوستال هيد. وبالتالي وضع جسمك بيفرق كتير في الاستهداف العضلي، وده اللي بنشوفه في الفرق ما بين الترايسبس ديبس. لما بتلعب المتوازي بشكل راسي فالاستهداف العضلي بيكون على الترايسبس اكتر، ولما بتميل بجسمك لقدام بزاويه 45 فهنا الاستهداف العضلي بيكون لعضلات الصدر بشكل اكبر. عجبك الفيديو ما تنساش الفولو، ولو محتاج مساعده في برامج التدريب والتاهيل ابعت لي او سيب كومنت وهرد عليك.